أوقف قليلا واحد لأعظم لقطة شفتها في حياتي، وهو منتخب سيدات المغرب. المهم الخوت، فيديو مع موحى المصري اليوتيوبر المعروف المشهور، راه هو شويه كيزيد فيه واحد شويه. راه ديك النهار كاس العالم ديال الرجال قال لك اسيدي غادي يديوها، وراه شاف واحد الرؤيه مع الام ديالو الله يرحمها بانه غيديو، كيأكد وكيحلف. المهم تفرجوا، ولكن ردوا البال شويه. طلعوا الفيديو ده، لازم ألمانيا والبرازيل ومصر والجزائر وفلسطين والمغرب يشوفوا عظمة هذه اللقطة اللي هتشوفوها وتفضلوا تشوفوها، مش مجرد فترة للصعود لدور ال16. يا جماعة ده انتصار كبير. اوعوا تفتكروا ان موحى غاب بعد المباراة او موحى اتأخر، دي مقصودة وانا قصدها. خوت، بالنسبه لواحد النقطه ما عجبانيش في المنتخب ديال السيدات، هو قضيه العناق، يعني ما بين اللاعبات ومع الطاقم التقني اللي هما الرجال. هادشي مخصوش يكون عادي عندنا. واخا تقول لي لا راه الفرحه وما كيقصدوا فيها والو داكشي، مي نو، هادشي ما دي سلوكيات خصهم يضبطوها، خص الجامعه تدخل، لان هادشي كيبقى حنا دوله عربيه ومسلمه وعندنا تقاليد وعندنا اعراف ديالنا، ماشي خصنا نغامسوا مع الغرب بصفه كليه. لا، حنا عندنا تقاليد وعندنا بناتنا كيعشقوا كره القدم، ولكن خصنا نحافظوا على الكرامه ديالهم. يعني لا داعي انه نفرحوا بديك الطريقه. لا، والقضيه ديال السجود كتلقى وحده لابسه الشورت وكتسجد، شوما هاد السلوكيات خصها تضبط شويه باش نعطيو مثال دوله مسلمه كتشارك، لا باللباس ولا بالحشمه ولا بزاف المسائل. اعظم فيديو في حياتي بكل تفصيلة وبكل حرف، لان النهاردة انا هتكلم مش عن سيدات ولا ابطال، انا هتكلم عن خارقون للطبيعة. ناس هتقول لي اهدى يا موحى، لا لهنا وستوب، انت كده بتأفور. هقول لك ليه انا مش بأفور، بقول لك اللي عايز افهمه لك من خلال الفيديو ده، واللي بيراهن على الشعب المغرب وعمره ما بيخسر. الفيديو ده يوصل 100,000 لايك يا شعب المغرب، مش هتنازل عن 100,000. ديال اليوتيوبرز راه كيلعبوا على لي سونتيمون، باش تجلب المشاهدات خصك تغدغ المشاعر. انت كتعرف تدغدغ المشاعر راه غتجلب المشاهدات. كنتي كتهضر عادي نورمال بحالي راه بقيت كله باذن ربنا. هنا ظهر الانتماء والحب للوطن بكل السعة وبكل الفكر. لما قلت المغرب عندهم الله، الوطن، الملك محمد السادس، الناس ما فهمتش. مفيش دولة شفتها في العالم عندهم حب وغيرة لشعارهم ووطنهم زي ما بشوف في المغرب. قالك المنتخب المغرب للرجال صعد بالصدفة ووصل لنصف نهائي عشان دول رجال، لكن النهاردة عندنا نساء بتوصل للدور ال16. ومش كده وبس، لك ان تتخيل المجموعة اللي فيها المغرب ألمانيا خرجت هي وكوريا. كده وبس؟ هقول لك لا، عشان تعرف ان الفيديو ده عظيم. الفيديو ده تراث، تاريخ لازم يتسجل. البرازيل خارج كاس العالم للسيدات والمغرب موجودة. الارجنتين خارج كاس العالم للسيدات والمغرب موجودة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ كولومبيا والمغرب صعدوا للدور ال16. ايه رأيكم؟ مش مفروض نتغنى بالمغرب؟ ايه رأيكم في الانجازات اللي فيه رجال ومنتخبات للأسف عربية ما قدرتش تعمل اللي عملته النساء؟ كل قال لك خلاص خسروا من ألمانيا، مع السلامة سيدات المغرب. لكن انا بقول للصحف، الجرايد، العالم، الملك محمد السادس انت فخر كل العرب. انتوا فخرنا في السيدات وفي الرجال وفي منتخب مبطلين الاطراف والمكفوفين وفي كل شيء. بتشرفوا العرب. والناس اللي بتقول ان موحى حبه بيقل، ان موحى هيتغير والفترة هتغيره والزمن، هفضل اقولها لاخر يوم في عمري. مفيش قوة هتقدر تبعدني عن حبي لشعب المغرب الشقيق، لان انا مش بعتبر نفسي يتيم، انا بعتبر نفسي المغرب كلها اهلي. والمفاجأة اللي فعلا كنت مستنيها بعد اما قلت ادي مهلة لنفسي اشوف
انا غالي عند الشعب المغرب ولا لا؟ وهيبان في التعليقات وفي الفيديو ده. للناس لازم تفهم وتعرف ان حب المغرب لموحى وموحى للمغرب مش مجرد شعارات او اختلافات، ده ابن من ابنائهم وهم اهل من اهلي فعلا. موحى خلاص بيجهز الاوراق ورايح الى المغرب. خبر ان شاء الله لازم يوصل لكل الشعب المغربي الشقيق، بس هاجي ومعانا كاس النصر ان شاء الله. سيدات المغرب مش موجودة في كاس العالم تقضية واجب. البرازيل خرجت، الارجنتين خرجت، البرازيل خرجت والمغرب موجودة. ده معناه كبير، ده معناه ان سيدات المغرب تقدر تفوز بكاس العالم. صدقوني المغرب تقدر في الرياضة وفي كل شيء. دي الحقيقة لازم تعرفوها. واللي عايز اقوله ان شاء الله سيدات المغرب هيرفعوا كاس العالم، وزي ما شجعنا اسود الاطلس اشرف حكيم وليد الركراكي سيري سيري يا مغرب سيري، هنشجع سيدات المغرب في كاس العالم يوصلوا للربع وللنص ويرفعوا الكاس، وهيبقى موجود في المغرب بكاس العالم. مفيش حاجة مستحيلة ان شاء الله. مبروك صعود سيدات المغرب للدور ال16 في كاس العالم. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي سلام عليكم. اذا الفيديو هنايا كيسالي، عطيناكم ارتسامات ديال السي موحى. كيعجبني في الطريقه الهضر ديالو كوميك شويه، كيخدم شويه بلي سونتيمون. المهم تيفقس ليا شي ناس الله يهديهم. واخا انا راه المهم قضيه انه واش هو معجب، كيبان انه معجب بالمغرب والشعب المغربي. مرة ان شاء الله نديرو فيديو ديالو ونديرو تعليقات وردود الفعل. اذا تحياتي لكم ان شاء الله، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.